السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ملوي خامر في الفرن تيجي رائع بدون بيض، سهل في التحضير. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. تابعوا معي المقادير وطريقه التحضير. في مقادير العجين كنحتاج 5 كؤوس من الدقيق يكون نوعيه جيده. كنضيف معاه واحد الكاس ديال الفينو، كنضيف نصف ملعقه من خميره الخبز والملح حسب الذوق، وكيس من خميره الحلويات، وملعقه ونصف ديال العسل باش يعطينا اللون الذهبي المخمر ديالنا، وعلبه ديال الياغورت الطبيعي كيعطي واحد اللذه وواحد الطراوه للعجينه رائعه. ممكن تعوضوه بكاس ديال الحليب وصافي. غادي نجمع العجينه بالماء يكون عادي بارد. من بعد ما جمعت العجينه كندلكها مزيان وصافي. كندهنها بالزيت وكنغطيها بالسلوفان وكنخليها ترتاح تقريبا 5 دقائق. ما نخليش اكثر من 5 دقائق باش ما تخمرش. من بعد 5 دقائق صافي راه ما خمراتش غير ارتاحت، وغادي نشكلها كويرات. انا هاد العجينه قسمتها على 10 باش غادي نلاقي وحده مع وحده تعطيني 5 المسمنات. كندهن البلاطو بالزيت ويديا بشويه الزيت صافي، وكنبدا نشكل هاد العجينه. كندهنهم من الفوق بالزيت وغادي نغطيهم بالسلوفان باش ما ينشفوش وما يديروش ديك القشره من الفوق. صافي غير واحد 5 دقائق وغادي نبدا نخدم بيهم. صافي هنا غادي نبدا نصايب المسمن. كناخذ وحده وكنطلقها على هذا الشكل، كنطلقها غير واحد شويه وغادي نحطها جانبا. كنطلقها الثانيه حتى هي، نطلقها بنفس الحجم وندهن بالزيت هكا باش ما تلصقش. كندهنها بالزبده مذوبه غير واحد الرشه خفيفه، وكندير من فوقها الفينو صافي. وغادي ندير وحده من فوق وحده. كنقادها مزيان وكنطلقها مزيان. كندهنها بالزبده وشويه ديال الفينو صافي، وغادي نطويها على هذا الشكل. بلا ما نزير الطويات يكونوا مرخوفين. صافي من بعد ما طويتها غادي نبدا نطلقها شويه على هذا الشكل، ما نطلقهاش بزاف صافي. ونطويها ندهنها بواحد شويه ديال الزبده
ورش واحد شويه ديال الفينو. والطويه هذه نديرها تكون مرخوفه حتى هي ما تكونش مزيره. هذاك الطرف اللي كيبقى كنديرو من التحت هكا وصافي، وغادي نستمر بنفس الطريقه. من بعد ما ساليت كنغطيهم بالسلوفان، كنخليهم تقريبا واحد 10 دقائق هكاك بين ما يطلقوا وصافي. وكنديرهم في الصينيه ديال الفرن اللي مفرشه بورق الزبده، ولا ممكن دهنوها غير بالزيت. كنقرصهم غير واحد شويه، ما نخليهمش رقاق بزاف باش ما يجوش يابسين. هنا غادي نقرص الجوج اللي بقاو ليا. درت ديك البلاستيكه من الفوق باش ما تلصقش العجينه، هكا تيجي تقراص احسن. صافي وغادي ندخلهم للفرن اللي سخون مزيان مزيان. نخلي العافيه من الاسفل ومن الاعلى حتى يبداو كيتورقوا. عاد نخليهم يطيبوا غير من الاسفل، نقص النار ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. وكيجوا بحال هذا الشكل هذا. ممكن ندهنوهم قبل ما تدخلهم للفرن، ندهنوهم بالبيض، ولكن انا خليتهم غير هكاك. صافي من اللي كنخرجهم من الفران كندهنهم بالعسل، وغادي نرش عليهم اللوز ايفيلي. ممكن ترشوا كاوكاو ولا الكوك. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، تيجي رائع، خفيف وهشيش ولذيذ. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم كيف العاده ما تنساوش ديروا جيم. شكرا بزاف على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.